السلام عليكم البنات. اليوم راح نقدموا وصفة المطلوع بطريقة حصرية على قناتي، يعني ما هيش موجودة في أي قناة. فقط تابعوني مع جيم والاشتراك والبارتاج. نقول الأخت اللي طلبتها مني اليوم راني نقدمه ليك مجاني، ونتعذر يعني على راني نطول عليكم، يعني للأسف لضيق الوقت. راح نستعمله اولا كأس ماء دافي، ثانيا ملعقة ملح، هنا عندي ملعقة سكر، عندي هذا الكاس تاع لافارين، راح نوضعو هنا ملعقة خميرة الخبز كما راكم تشوفوا مع هذاك السكر. راح نضيف فقط القليل، يعني ملعقة ونصف ملعقة صغيرة. هنا اش راح نديرو، هذا الخميرة مع السكر اللي كنا نحضروا فيه، يعني هنا كما راكم تشوفوا الخميرة مع السكر، راح نضيفوا لها هذا كأس الماء الدافئ، يعني تقدري تدخلي صبعك دافئ. فوالا كما راكم تشوفوا راح نخلطوه بهذه الملعقه ولا بالفوي كما تحبوا. يعني هنا رانا خلطناه نخلوه يخمر بجهه. هنا عندنا هذا الكيلو تاع لافارين كما راكم تشوفوا، راح نوضعوه في الجفنه. يعني هذه طريقه حصريه على قناتي، غريبه لكن جميله جدا، تبعيها الاخير وراح تعرفي شاني نقول. هذا اللي كنت نخدم به 200 خبزه في النهار، تبعي دوك تعرفي. يعني فوالا كتشوفي هذا البول تاع لافارين راح نديروه في الجفنه كيل تاعكم. نحب ندير زليفه كما هكذا، ولا نحب ندير كيل ندير، المهم كيلو. راح ديري هكا اختي، راني نقول لك تبعي معايا. راح نديروه هذا البلاصه هنا، يعني عفوا وهنا راح نجيبو معنا. بعد ما درنا هكا راح نجيبو هذا الكاسرونه، راح نضيفو فيها هذا الكأس تاع الماء. راح نديروه يسخن. يعني هنا بعد ما سخن هذاك الماء كما كتشوفي راه مغلي، راح نجيبو هذا الكأس تاع لافارين، راح نديروه هنا في هذاك الكاس تاع الماء، راح نخلطوه جيدا. يعني فوالا كما راكي تشوفي اختي راح نخلطوه جيدا. اللي قالت لي اللي طلبت مني انه بنتها كيفاش راح تخليها يعني تحب الدراسه تاعها ولو في العطله تولي تقرا، نقول اختي حكمي قرعه تاع مع الصباح، رقيت بنتك فيها، قري لها سوره اقرا باسم ربك 7 مرات وخليها تشرب، وزيدي جيبي حبه تمره ورقي لها 7 مرات يعني في نفس اللحظه، وخليها تاكلها. كي تجي رايحه رانا نعرفو تقول ولا حابه تخرج ولا تجي تحفظ، تقول اللهم يسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي، لا حول ولا قوة الا بالله، توكلت عليك يا الله.
والانسان اللي راح يتعب في دراسته ولا يتعب في حاجه باينه بلي راح يلقى قدامه. كما راكي تشوفي لاحظتي اختي، فوالا شوفي كيفاش رجع وكانه لاصوص. راح نكبوا هذا الخليط تاعنا في هذا الجفنه اللي قلت لكم عليها، ديروا في الوسط هكا يعني كما راكم تشوفوا. فرغيه تشوفي اختي، يعني قلت لك طريقه عجيبه حصريه على القناه نتاعي. نتوما خدموا هكا ومن بعد كنا كاع كي نكملوا وتشوفوا النتيجه تعرفوني واش راح نهضر. غادي نستعملوا تاني واحد الليمون، راح نعطيكم الوصفه بكل اسرارها. فقط دعوه خير، جيم اشتراك وبارطاج، وراح نحط لكم جميع الوصفات بكل اسرارها حتى تنجحوا سواء في دارك سواء في مشروعك. ونقول اخواتي يعني اللي ما جاوبتهاش على حاجه طلبتها مني ولا سمحوا لي يعني عذرا، راح نبدا نجاوبكم بالتفصيل. ونقول للاخت هنا استعملي يدك وحركي هذه كامل لافارين مع هذيك لاصوب اللي خدمناه تاع الفارينه، يعني كلش شغل راكي تبسي فيها. بعد ما تخلطي الكل هنا حبسي في ذي اللحظه واش راح ديري، يعني صبري عليا. راح تجيبي خليط الخميره مع السكر ونديروه كما كتشوفي. يعني فوالا اختي راني ضفت لها هذاك الخليط كما راها تشوفي. في ذا المرحله راح نعجنوها يعني جيدا. عجني يا اختي وعجني مليح مليح مليح. احنا راح نعجنوها زين زين مع بعض. يعني راح نعجنها ونوريها لكم. في اثناء العجن لازم تكوني عجنيها مليح، يعني كما اختي نقولوا عطيها البنيه، عطيها شويه استراحه، لا تتحصلي على عجينه طريه متماسكه ان شاء الله تتشبه لعجينه المسمن. راح تشوفي معايا. في الجهه الثانيه راح نحطوا هذا الملعقه تاع الملح، راح نضيفوا الماء عليه هكا، وحتى العجينه راح نضيفوا لها الماء. وهنا بعد ما عجنا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا اخوه والاخوات، راكم تشوفون يعني ما شاء الله، قلت لكم راح تجي مسمن. راني مديت لكم كامل السر تاعها. يعني لاحظوا معايا راح نقسموها كرات، يعني هنا خليتها خمرت حتى انتفخت. يعني كما راك تشوفي اختي، هنا راح نحطها في الميزان. يعني انا حابه نديرهم كويرات كامل كيف انا درتها 150، نتوما واش تحبوا ديروها. يعني هنا راح نكملوا كامل الكرات معنا كما راكم تشوفوا الحبيبات نتاوعي. هذه درتها 115. علاش راني نقيس لكم بالميزان، راح تعرفوا في التالي، راح تعرفوا علاش. يعني كي تكون خاصك في العجينه زيدي يا اختي وما تخافيش. يعني كتشوفوا العجينه يعني ما شاء الله ما هي تلصق بزاف، ما راهي مطلوقه بزاف، يعني جايه روعه. فقط دعوه خير ليا ولبناتي، هذا ما راني باغيه من خياتك اللي بغات مشروع راني هنا تقسيني نعاونها اي حاجه. فقط دعوه خير، ما راني راح نخلص من هذه، ما راني حتى حاجه، راني نعاون فيكم في سبيل الله. هذا مكان نحب انا ندعي الخير بزاف ليا ولبناتي، وتعرفوا فيا راني نكبر في زوج بنيات. يعني تشوفوا راني نديرها هنا باش نرمدح. يعني راح نكمل كامل الكرات. فوالا كما راكم تشوفوا البنات، يعني رانا تحصلنا على كم من كريه.
راكم تشوفوا كرات جميلة جدا ما شاء الله. فوالا ما شاء الله. فقط قولوا لي جمجموا لي، قولوا لي ادعوا لي، غير كثروا لي دعاوي الخير، نموت على دعاوي الخير انا وبناتي يا الحبيبات تاوعي، ونقول المشتركين تاوعي شكرا لكم ما شاء الله عليكم. ربي يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله. هذا هو السر الاول كنا كملنا معاه، نزيدوا السر الثاني نزيدوا نكملوا معاه ان شاء الله. ها هو السر تاعنا، شوفوا قداش هادو البلاوات تجيبوا غير هادو الصغار، وراح نقول لكم هادو اختي طيبي برادتاي ويكون حامي زين ولا المزين، وحطي لك البراده هنا باش هادو تلقوهم دافين. راه بدا الجو يبرد. راح ندهنوا بلاط تاعنا كما راكم تشوفوا البنات، يعني عذروني مانيش ندير لكم مصافيات كل يوم، الله غالب لي يضيق الوقت. راح نجيب لكم مشاريع جميله جدا واللي حصريه على قناتي كما تاع المطلوعه. هذه اللي حبت نديرها ساندويش، انا باغي نديرها ساندويش وندير معاكم وحدين ماشي ساندويش، تبعوني دوك تكتشفوا معايا بزاف الاسرار. ما نجيبوش هذا ونسويناه، راح نجيبو من الجفنه راكم تشوفوا البنات. فوالا هكا كما يقولوا المغربيات عكزي عليها زايري على لا. هذا اختي ماني رايده والو، خاصني دعوه خير بنياتي عاونوني بها، وانا نقول لكم ربي ينجح بنياتكم، ربي يقري بنياتكم ان شاء الله، ربي يحفظ ميماتكم، ربي يحفظ العزيز عليكم يا ربي. اللي بغات بنتها تقرا كافري بنتك دعوه الخير، صايري بنتك ديري القران كله بركه، ربي يسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا مولانا، هذه هي الدنيا اختي، الدنيا وفايته، ما عرفنا لا من الحيين ولا من الموتى. شنو نقول لاختي، راكي تشوفي اختي هل شتي هذه في كاش بلاصه؟ لا، يعني نستاهل دعوه الخير. هيا كتبوا لي في التعليقات كامل دعاوي تاع الخير، اني قارح فيكم باه المره الجايه نجيب لكم حاجه رائعه جدا حصريه، خليها تطلع ونزيدو نكملوا مع بعضنا الاخرين ونرجع لكم ونوريكم تاني اسرار. يعني راكم تشوفوا هذا الطباصه يجوا فيهم شابين، شرو من هذا الطباصه راح نخدم لكم بهم 3 مشاريع دخلوا بهم دراهم كبار. إن اللي فهمت صح، اللي ما فهمت شيء راح نجاوبها. وشرو من هذه راح نديروا بهم واحد المشروع شبابي يهبل، هذو غير متوسطين في الكاميرا برك راهم يبانوا صغار، فوالا يبانوا كبار، هنا متوسطين صغار. راح ندير لكم بهم مشاريع يهبلوا، برك صبروا عليا. دعوه الخير دعاوي الخير، كتبوا لي في التعليقات دعوه الخير، وكتبوا لي من راكم تشاهدوا فيا. يعني راكم شفتوا الخبز تاعنا كيفاش جا، روعه رائع جدا جميل. الصوره تعبر عن نفسها. البنات نستاهل جيم، نستاهل اشتراك ولا لا؟ بارطاجوا الفيديو. وزيدكم حاجه، اللي حبت اي حاجه تكتب لي، يعني هذه وصفه بامتياز، هذا سر خدمتي راني مديته لكم، كتبوا لي عليه في التعليقات مجاني مديته لكم. راح نديروا بهذاك المول عده وصفات جميله جميله جدا رائعه. يعني كما راكي تشوفي اختي، طلعي شويه فوق، هذه بنتهم صغيره تاعهم كتشوفي منها كي جايه، هذه حموره بزاف، ديك الرائع رائع جدا. يعني مهما حكيت عليه شهي روعه، مهما حكيت عليه اختي والله ما طقت نفتحه من كثر حبي ليه. راح نفتحه معاكم، طلعي شويه فوق. يعني راكي تشوفي اختي، اللي حبت ديره خاوي ها هو، لا اللي حبت ديره عامر كذلك.